عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مختلفة شوية للسحور. هنعمل مع بعض طاسة شكشوكة او بيض الشكشوكة. هنعمله النهاردة مع بعض بطريقة كده جديدة شوية ومختلفة، ومتاخدش وقت خالص. مكوناتها موجودة في كل بيت طبعا، عشان حيرة السحور كل يوم بنعمل فكرة جديدة وطريقة جديدة عشان ما نزهقش. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه عندي جبت هنا بصلايه صغيره مفرومه ناعم، وقرن فلفل رومي، وقرن فلفل سبايسي، 3 طماطميات مبشورين، واربع بيضات. وطبعا لو مش بتحب الحاجه سبايسي اكتفي بالفلفل الرومي فقط. هنجيب كده طاسه سخنه فيها قطع من الزبده، شويه صغيرين قوي من الزيت، وهنزل بالبصل اللي احنا فرمناه. هنا بصلايه صغيره قوي او نص بصلايه متوسطه. هحط البصل كده واديله تقليبه. لما يبتدي يدبل معانا هنزل بالفلفل، قرن فلفل رومي اخضر او الوان، او لو حتى سبايسي زي ما انت عايزه. فص توم واحد بس مهروس، هنجيب فص واحد ونهرسه كده ونقلبه. نديله تقليبه. اول لما كل ده تبتدي كده ريحته تطلع هنزل عليهم بمعلقتين من معجون صلصه الطماطم. ولو مش موجوده خلاص نحط الطماطم المبشوره بس. هي طماطميتين كبار مبشورين او 3 متوسطين. هتبشريهم مش هتقطعيهم ومش هتطحنيهم في الخلاط. ربع معلقه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون، ورشه من ال11 بهار او ال7 بهارات، ورشه من الكزبره، ورشه من البابريكا بس عشان تديها لون. هقلب بقى كل ده كويس مع بعض، وهسويها كده وهسيبها بس تتسبك دقيقتين. دقيقتين بس، مش هتاخد وقت كتير. بعد الدقيقتين هنزل بقى خلاص بالبيض بتاعي. تحط عدد البيض اللي انت عايزاه. انا هنا عملت 4، عايزه تحطي 2 3 7 8 زي ما انت عايزه. وهفتح كده البيض بس كده بالشوكه، رشه من الفلفل الاسود عليه. ممكن كمان تحطي لو عايزه جبنه موتزاريلا تحطي جبنه موتزاريلا، ميكس جبن، جبنه رومي، بواقي جبنه عندك اي حاجه. يعني انا كان عندي جبنه موتزاريلا فحطيت. ما عندكيش تقدري تستغني عن الخطوه دي تماما، ومش مهمه ومش لازم تعمليها. بس كده. وحتى لو ما حطيتيش الجبنه الموتزاريلا تغطيها بقى وتسيبيها دقيقتين 3 كده لحد لما تستوي والبيض يستوي معانا ويبقى بالشكل اللي انتوا عايزينه ده. رشه بسيطه من البقدونس عشان التزيين، وخلاص كده بقت جاهزه معانا. سهله جدا وما بتاخدش وقت. طاسه كده واحده عشان نسحر بيها على طول من غير مكونات كتير.